الدولة التونسية دعيت من مستثمرين عالميين في مناطق الخليج العربي وفي عديد المناطق الذين يرتأون أن التمويل أو مستعدين أنهم يستثمروا في السوق المالية عبر أدوات الشرعية، مستعدين أنهم يساهموا في هذا إذا كان ثم أدوات لا تتعارض مع الشريعة كالصكوك. ثم نوع استعداد لقيناه في السوق. ما تعمليش قرض عادي، اعمل لي تركيبه، اعمل لي ما مونتاج اللي انا تكون مرتاح لي، اللي منها الصكوك. استجابه لذلك الفتره الانتقاليه اللي مرينا بها، المجلس التاسيسي اصدر قانون خاص بالصكوك حتى يعطي الغطاء القانوني لمثل هذه الاصدارات. الان التطبيق هو اللي تعطلنا فيه. الآن سمعت حتى من السيد وزير المالية يقول احنا عندنا في التطبيقات جهزنا كل شيء، الأمور القانونية موجودة. ساعات تجيك في مسألة قانونية نتاع ملكية ما ملكية ما نعرف شنو، ونقول لكم شنو التركيبة اللي صارت إلى حد الآن، وكانوا قبل مليار دينار وتوا هبطوا بعد 300 وتوا ولات 500 مليون دينار. التركيبة هذه شنو اللي نجموا نحطوهم في هالوعاء، هو وعاء استثماري في هالوعاء، ونسكوه تيتريزاسيون، نقولوا نسكوه باش نخرجوا هالقيم هذه اللي باش نسوقوها ونحطوها للسوق الداخلية والسوق الخارجية. شنو هو الشيء اللي باش نحطوه لفترة معينة حتى يكون السند المادي، الاسيتس يسموه الاكتيف تونجيبل، اللي يكون عليه الملكيه هذه ملكيه، والملكيه اللي فيها بطبيعه الحال عوائد، احنا نشتركوا في العوائد. في التركيبه هذه خذت وقت طويل ياسر. ليش؟ لانه جديد، حاجه جديده مع الناس. لربما ما يكفي من مش مع الناس موجودين لكن ما خدموش بما يكفي من التجارب، ما يجعلهم انه فيسع مع مكاتب استشارات قانونية، مع مكاتب استشارات جبائية، مع كذا أنه نخرجوا شيء اللي ممكن نهبطوه للسوق ونسوقوه. فلذلك المشكلة مش معناها غطينا روحنا من حاجياتنا المالية وكذا، لا، قلنا النوع مصادر التمويل. هذا أنا جوابي، نوع مصادر التمويل بما فيهم التمويل الخصوصي، هذا اللي فيه تركيبة إسلامية وعندها مسوق. الآن المالية الإسلامية ولو عمرها 40 سنة منذ تأسيس البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية ما تنساوش اللي تونس من أول الدول الإسلامية الباعثة لهذا البنك. فإذا كان فيه أدوات أو حاجات اللي ممكن ننتفع بها في هذا السوق، هذا شو المعنى؟ أنا ثم كان واحد يحب، لا سيدي مشيت على سبيل المثال مشيت المارشي سنترال درك ما لقيتش حاجة، يمكن في المارشي لافايت تلقى حاجة تاخذها وتروح بها لدارك. هذا النوع من السوق المتوفر الآن سواء القطاع الخاص أو القطاع العمومي اللي موجود وموجه أختي لكل الدول بما فيهم الدول التي الغير إسلامية. يعني الدول الأوروبية علاقتها بالصكوك تزيد عن 10 سنوات. مش الدول، المقاطعات الأوروبية في اكتتاباتها للصكوك الإسلامية تزيد على 10 سنوات. مقاطعة في ألمانيا، مقاطعة في فرنسا، مقاطعة من عارف وين، ماليزيا حدث ولا حرج، الدول العربية الخليجية سواء السعودية والإمارات ولا البحرين إلى غير ذلك. فالشيء اللي يلزم نخرج منه ولا نبعدوا على أنه هذا حاجة غريب، لا، حاجة جديد لكن مش غريب. شوف أنا نعطيك فكرة. عام 2010 كريستين لاغارد كانت وزيرة الاقتصاد والمالية الفرنسية، عملت فريق عمل اسمه أوروبلاس، وفيه شخصية تونسية مرموقة جدا، الياس جوي، كان هنا في أول حكومة للسيد باشا قايد السبسي في 2011 كان معنا وزير. الياس جوي كتب الدراسة، هي مجموعة فريق كتب أوروبلاس، قال فرنسا ممكن أن تجمع الآن 100 مليار أورو بأساليب وأدوات المالية الإسلامية. بعد ما عدينا هذه فترة 2001 و11 سبتمبر، وبعد
بعد الازمات تاع 2008 اللي بطبيعه الحال كل الرؤساء والمسيرين العالميين يقولوا وجدنا في مبادئ واحكام الشريعه الاسلاميه ما يكفي لمعالجه مشاكلنا اللي وصلنا له في الازمه العالميه في السوق العالميه. نحكي كريستين لاغارد عملت الفريق هذا واوصت بتحديد وتعريف كل الادوات الماليه الاسلاميه بما فيهم الصكوك. انا معي وثيقه هذه صادره في الرائد الرسمي للاداءات الفرنسي في 24 اوت 2010 وفيها تعريف ما هي الصكوك. اذا كان فرنسا من 2010 عينت وعرفت بالصكوك وخذت اجراءات قانونيه وجبائيه حتى تكون مستعده لاصدار هذه الصكوك في السوق الفرنسيه، مش قاعدين السنوات. استعدت ولكن لم تعمل بها. لا عملت حتى قبل هذا. عملت فرنسا عملت. وهذه الوثيقه ما يهمش تو خليها تطلعوا عليها موجوده في الانترنت نجموا تجدوها، ولكن بكل صراحه من بين الحاجات وانا هنا اهيب بالناس اللي هم في السوق المالي اللي هم في البنك المركزي اللي هم في السوق انه يطلعوا على الاجتهاد. شوف انا شخصيا الشيء اللي لا افهمه هو الكسل الذهني. دي حاجه ما نعرفهاش نحل كتاب، ما نعرفش اللاتوم نمشي لخبراء اللاتوم ونحكي معاهم، ما نعرفش اي حاجه. بالنسبه لهذه الامور ناخذ الخبراء ونحكي معاهم وفسروا لي كذا كذا الفريق هذا. وصدرت في الرائد الرسمي نتاعهم فرنسي ويقول لك على سبيل المثال باش ما نبقاش نطول معك: Les sukuk d'investissement sont ici les titres financiers hybrides négociables dont la rémunération et le cas échéant le principal sont indexés sur la performance d'un ou plusieurs actifs sous-jacents. كاش نقطة حتى كيما اللي فسرته لك بريفمون بك. هذو ناس درسوا عملوا كذا ولقاو حاجات وحاضرين هنا. انت غدوة اي مكتب استشاري مالي او قانوني يمشي لفرنسا يقول انا باش تعمل صدور تصدر صكوك إجارة أو صكوك بيع أو صكوك مثلا مرابحة أو صكوك مضاربة أو صكوك مشاركة في يمشي ياخذ الوثيقة هذه ويخدم عليها ويكون مكتب استشاري مالي وغيره ويخدم ويصدر وياخذ التأشيرات وعنده المعالجة المحاسبية والمعالجة الجبائية والمعالجة القانونية لذلك. إيش نقصنا؟ مادام مالوريزمون احنا في كل حاجة سكي بون بور لا فرنسا سي بون بور لا تونيزي. انا علاش قالوا كري با لا رو ناخذوه النص هذا وناخذوا اصدارات البنك الاسلامي للتنميه وناخذوا الفتاوي اللي صدرت على ندوه البركه وندوه المصرف الاسلامي مثلا الاماراتي ونصر بيت التمويل الكويتي. ناخذوا هالحاجات هذه كلها ونخدموا عليها